السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده، ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. كما تشوفوا الهدايا والكادوات الختيتيش اميمه، ما شاء الله. شفنا الكادوات الصراحه ما شاء الله اخوتي، الناس ما خلاو ما جابوا ليها الصراحه. بعد الناس اللي الله يهديهم قال لك لا، كانوا تيشريو الكادوات الراس باش يبينوا الهديات، هما اللي كانوا تيديروهم. شوفوا هاد الكادوات بلا داكشي اللي عطاو الناس فلوس، بلا اللي عاونوا مية منا فلوس، ما شاء الله ما خصصوها من حتى حاجه، ما شاء الله داكشي على حقه طريقه. وبزاف ياسين كما كان تيقول واش هدي معاك هاد الحوايج كلهم لبلجيكا. راكم عارفين كادوات غتستافد منهم امي بنا، كيف ما تتعرفوا الام باش تخسر في العرس ولا كون تيكونوا حاطين واحد المصاريف. راكم عارفين الام هي اللي تتكلف بالكادوات تترجعوا. كما تتعرفوا الكادوات باش يجيب لك شي واحد شي كادو ولا شي حاجه باش هو تيدير شي عرس، تا انت تدير نفس الشيء. وشكون اللي تيحصل؟ الامهات. انا الام ديالي باش تزوج تاخذ الكادوات كلهم ديتها، ما خليت لا والو. مسكينه ولا كان عندها شي عرس ولا شي حاجه كانت هي تدير كادوات. الله يطول لها عمرها ويشافيها يا ربي. دعواتكم معها بالشفاء. اللي عنده شي مهمته الله يخليها له، اللي عنده عائلته تهلا فيهم، واللي عنده الاب ديالو متوفي الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم الاباء المسلمين كاملين. كما تتعرفوا ما شاء الله ما خلاو ما جابوا ليها هاد الذهوبات. هل تم الجيل يا اختي ديال الامارات ديال الذهب جابوه ليها؟ واش عمركم البنات جاكم شي كادو ديال الجيلي ديال الذهب؟ وحتى الاميمه. ايوا خوتي شنقول لكم، اميمه دابا غتمشي مع الزوج ديالها لبلجيكا، ولكن بزاف الناس يقول لك لا هو غيديها دابا. لا، زكريا غيمشي بوحدو، حيت بزاف الناس يسولوا على زكريا من بعد العرس ما بقاش يبان واش منوضينها بصح معاه ولا عندهم شي مشاكل معاه. السيد علاش ما تيبانش؟ السيد راكم عارفين التعب ديال العرس كامل هو ما مولش في هادشي، ما مولش هو بالكاميرات. باش تكون معكم صريحه، ما عندوش مع الكاميرا بزاف، ما عندوش مع التصوير بزاف. السيد صافي كما تنقولوا دا الخاطر للزوجه ديالو، بان مع هذيك النهار د العرس، قال لهم من بعد ما غنبقاش نبان. علاش؟ ما عندي ما ندير انا بشي يوتيوب. هو الشرط ديالو لاميمه قال لما عندك ما ديري، حنا ما نديروا لا قناه لا والو، الحمد لله خدام بدراعي. كما تعرفوا كاين بعض الناس اللي ما تيبغيوش يديروا اليوتيوب، ومنهم خت فدوى خت تيتي جعفون فدوى. راه حتى هي كان ممكن دير قناه وتدخل فلوس صحيحه، ولكن ماشي كلشي الناس تيبغوا في اليوتيوب. بعد الوحده اللي تيخرجوا يهضروا يقول لك لا العائله كلها اي اختها غتستافد معاهم حتى هي غتولي خدامه في اليوتيوب. حسبكم كلشي الناس بحالكم تيهضروا. هذيك اللي تقول لك الكادوات كلهم شراوهم هما باش يبانوا تبارك الله. راه عندهم العائله وعندهم الاصحاب وعندهم ما شاء الله كبروا بها ديال المعقول. عرسه داز واعر. والعراضه بزاف الناس قالك العراضه دارت محبوبه البسطايله لا وهذه. اخوتي شوفوا، العراضه تكون كما كانت، الواحد يكبر بيك وتمشي عنده ويفرح بك ويضحك معك. عند بزاف الناس اللي غالطين بزاف الحوايج. كاين واحد اخوتي ما يخلي ما يحط لك الطبله باشكال والوان، ولكن تشوفي في وجهه تلقاه معبس وطالع له الدم وما حامش. هذاك راه ما تبانش تبان لك الماكله. واحد يحط لك غير كويس زيت الخبز والزيت. اخوتي شنو نقول لكم دابا الزيت العود غالي. راه حط لكم الزيت راه بحال حط لكم الذهب. نكونوا معكم صريح. ايوا كبر بك وضحك معاك ونشط معاك وداكشي. هذاك الدنيا وما فيها. حيت بزاف ديال الناس خارجين يقول لك لا محبوبه تدخل الملايين. شوفوا الفلوس اللي دخلوا محبوبه في هاد المناسبه ديال اميمه كل شيء غيمشيو لامي حليمه، عفوا ام يمنى. هي اللي غتستافد من هادشي وغتعاون باش تصلح الدار ديالها وتكمل بناء الدار ديالها. هي صرفت، ولكن الحمد لله محبوبه ولا فاطمه الزهراء ولا كلشي يعاونها. هاد الشهر داكشي اللي ربحوا من هاد الفيديوهات غيمشيو ليها وبصحتها، وراه حتى تستاهل ديك السيده. كما تعرفوا تستاهل. ما انها ومعنى الصراحه واقفه مع وليداتها. وكما قالت لهم انا بنتي الا بغات المواعن ولا بغات شي حاجه انا نزيد نشريها لها، تكون عي بخير وعلى خير، تكون عي فرحانه، حتى حاجه ما تخصها. وكما تعرفوا تيتيج عطات الحق للناس اللي جابوا الكادوات كلهم. حتى خالتي رابحه مسكينه اللي مريضه وجابت كفر لي على مزيناتو. حيت بزاف الناس اللي غاطين تيقول لك لا هما ما رضاوش بالهديه ديالهم ولا هادي. هما اصلا كما قال ياسين في الفيديو قال لك حنا واخا ما نبغيوش نجيبوه، السيده تقول لك لا وهذه وجابت خلاوها تجيب الكادو. احسن كادو جابته. وراكم عارفين المغاربه عزيز عليهم الكرم، وما يمكنش تمشي شي عرس ما يفرحوش بيه ولا هذيك. واخا ما يكونش عندك تسلف وتكلف باش دي داك الكادو. هذا الشيء راه في ما كان. والتقاليد ديالنا الحمد لله الناس ديال الخير والمغاربه معروفين بالتضامن. وهذا الشيء تيكون في اي بلاصه، حنا في الباديه عندنا ولا في جباله ولا في اي بلاصه
مثلا عندك العرس في الدار، شنو نقول لك، حتى من السدادر الجيران يجيبوهم لك الفراش كلشي، ما كاينش شي حاجه لا ديالي ولا ديالك، كلشي الدار اللي عندهم في الدار ينقلوه لك الدار العرس ويحلوا ديورهم، يقول لك هاد الناس فين باتوا، والمخيره في المنطقه الجديده يفرحوا مع بعضياتهم ويتوقفوا مع بعضياتهم، وهذا الشيء راه ولينا تنفقدوا هذا الاحساس هذا، الجار ما بقى يسول على الجار ولا شنو داك. ولكن شحال الناس ديال الباديه مازال فيهم هذه القضيه، ومازال تيوقفوا معك في العراسات بيهم بمعنهم بديورهم بكل شيء. الضيوف ما كاينش ما تيجلسوش في دار العروسه ابدا، تيمشيو للجيران كل واحد تتفرج في الصالون ويقول اجي لنا لهنا، باش دار العرس ما تيكونش عليه داك الضغوطات. وما شاء الله المغاربه معروفين بالتضامن، وهذه راه بالتجربه خوتي الله يجازيهم بالخير، حيت المغاربه فيما حطيتيهم وهادشي بالعالم تيشهد بها، بان يوقفوا معك في الحزه ويوقفوا معك في الشده وفي كل شيء. وما شوف لقات الاصدقاء ديالها والعائله والجيران وكل شيء، كما الدريبه كلها سدوا الحانوت الحوانت ديالهم باش اميمه دير العرس، باش دير القاعه باش يفرحوا بها. وهذيك هادشي راه ما تلقاش بعد البلايص، ما انا كل شيء تضامن معاها وكل شيء وقف معاها، وما شاء الله داز العرس على حقه وطريقه. ونجاوب بعد الناس اللي تيقول لك واش تيتيش بوحده اللي تكلفت بالعرس ولا عاونها العريس وحبيبه. هادشي بزاف الناس يتسائلوا، بزاف ديال المغالطات اللي مشاو تيقول لك لا العريس ما عاون حتى حاجه، وما عطاوها عروسه فابور وزادوها له بالعرس وزادوها له بالكادوات. شوفوا ما كاينش شي عريس اصلا يقبل على راسو باش ما يديرش العرس، عطى النصيب ديالو وعاون به حتى هو وجاب الهديه. حيت بزاف الناس تيقول لك داكشي اللي جاب، ما ان تيتيج اللي دارتو تيتيج اللي فعلات تيتيج اللي دارت، حيت كلشي رجعوا تيتيج دارت وفرحات بختها. ولكن العريس عاون اخوتي، عاون حتى هو وعطى واحد النصيب. الام ديالو كلات الملوطين من عندها ودارت بزاف ديال الحوايج، حيت الواحد تيشوف عيدك التصوير هذيك، ولكن كاين شي حوايج مور الكاميرا ماشي كلشي تعرفوا الناس وكلشي تيقولوا داكشي. ومثلا ها هي تيتي تكلفت بالعرس ودارت العرس لختها، شنو هو المشكل؟ ها هو السيد ما عطاه حتى ريال وهي باغا هو باغيها، شنو هو المشكل؟ ياك عكوزتها تحمق عليها، راجلها تيحمق عليها. حيت بزاف الناس تيقول لك لا الزواج هذا ما تيبانش تيبغيها، والسيد مخبي، والسيد ما تيبغيش يعبر، والسيد ما تيدويش. كاين اخوتي اللي تيحشم ضروري خصو يجي مع الكاميرا، والا جا بدا يعبر والحب ديالو يقول لك لا ما تيحشمش. وسبحان الله الناس يقولوا واخا دير اللي درتي يقولوا فيك شي حاجه. هذاك الشيء علاش السيد عاون وجاب الكادوات وما خلى ما دار. وتيتيج دارت على اختها الصراحه، تحيه لتيتيج اللي دارت على اختها اللي ما يديروا حتى شي واحد. الصراحه تيتيج ما شاء الله عليها مرا ونص، ومعها ياسين ما شاء الله عليه حتى هو واقف مع تيتيش في الحلوه. والمره شتو ياسين الصراحه دار مجهود في العرس اميمه كبير بزاف. هذاك الشيء علاش من بعد مرض اخوتي وعيا وداك الشيء، حيت دار واحد المجهود كبير. جميع المهمات الصعبه دارهم الصراحه، وقفوا مع الحسن حسن وكلشي العائله وقفت معاهم، فرحوا معاهم اقصى درجه. ولكن ياسين ضرب تماره بزاف الصراحه. الزوج بحال هذا راه قليل باش تلقاه باش يوقف معاك في العرس ديال اختك ويسخر ويجيب وما شاء الله ام حليمه ما تتهضرش ابدا، السيده اللي عاجبها الحال فرحانه. كبروا بهم، عرضوا على العريس على العروسه، ما خلاو ما داروا عليهم بصحتهم وراحتهم. وشكرا لكم اخوتي، والى الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.